يقلي كده كلنا زهقنا من الفته واللحمه خلاص. تعالوا بقى النهارده نعمل وصفه كلنا بنحبها، بس قبل اي حاجه نسمي الله، صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبي بقى في الكبه فلفل حار وشويه بصل وشويه بقدونس، وتبداي ان انت تحطيهم في مصفى كده وتصفيهم كويس جدا. لازم ينزلوا كل الميه اللي فيهم. بالمناسبه ميه البصل دي انا مش برميها، بحطها في كيس وبحطه في الفريزر، بينفعني بقى وانا بعمل شاورما لحمه، شويه مشويات، اي حاجه محتاجه اللي هي ميه البصل. بقى تجيبي كل البصل اللي احنا صفيناه كويس جدا وتحطيه على اللحمه بتاعتك وتبهريهم بشويه ملح وشويه فلفل. ولو عندك بهارات الحواوشي حطي، ما عندكيش خلاص زي كده استكفي بالملح والفلفل فقط. بقى العيش البلدي وابداي فتحيه وابداي حطي اللحمه جواه، ما تعمليش زي العيش ده مش حلو يا جماعه. انا كنت مضطريه، كان كل المخابز قافله، فاضطريت ان انا اجيب العيش ده من السوبر ماركت. افتحيه بقى وحطي جواه اللحمه، بعد كده صينيه تكون مدهونه دهنه زيت دهنه زبده، حطي العيش كله، وبعد كده برده من على الوش دهنه زيت ودهنه زبده. دخليهم الفرن على درجه حراره متوسطه يا جماعه، من غير شوايه من غير اي حاجه. هو هياخد التحميصه من تحت والتحميصه من فوق. الحواوشي مفيش اسهل منه. وبقى مع صوت القرمشه الفظيع بتاع رغيف الحواوشي ده، واشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام عليكم. يقلي كده كلنا زهقنا من الفته واللحمه خلاص. تعالوا بقى النهارده نعمل وصفه كلنا بنحبها، بس قبل اي حاجه نسمي الله، صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبي بقى في الكبه فلفل حار وشويه بصل وشويه بقدونس، وتبداي ان انت تحطيهم في مصفى كده وتصفيهم كويس جدا. لازم ينزلوا كل الميه اللي فيهم. بالمناسبه ميه البصل دي انا مش برميها، بحطها في كيس وبحطه في الفريزر، بينفعني بقى وانا بعمل شاورما لحمه، شويه مشويات، اي حاجه محتاجه اللي هي ميه البصل. بقى تجيبي كل البصل اللي احنا صفيناه كويس جدا وتحطيه على اللحمه بتاعتك وتبهريهم بشويه ملح وشويه فلفل. ولو عندك بهارات الحواوشي حطي، ما عندكيش خلاص زي كده استكفي بالملح والفلفل فقط. بقى العيش البلدي وابداي فتحيه وابداي حطي اللحمه جواه، ما تعمليش زي العيش ده مش حلو يا جماعه. انا كنت مضطريه، كان كل المخابز قافله، فاضطريت ان انا اجيب العيش ده من السوبر ماركت. افتحيه بقى وحطي جواه اللحمه، بعد كده صينيه تكون مدهونه دهنه زيت دهنه زبده، حطي العيش كله، وبعد كده برده من على الوش دهنه زيت ودهنه زبده. دخليهم الفرن على درجه حراره متوسطه يا جماعه، من غير شوايه من غير اي حاجه. هو هياخد التحميصه من تحت والتحميصه من فوق. الحواوشي مفيش اسهل منه. وبقى مع صوت القرمشه الفظيع بتاع رغيف الحواوشي ده، واشوفكم بخير في الفيديو الجاي. سلام عليكم.